أهلا بكم إخواني الكرام. حنا اليوم أمام فصل جديد من فصول الصراع الاستراتيجي في منطقة الساحل والصحراء. فصل إخواني الكرام ما كيتكتبش بالخطابات الدبلوماسية الرنانة فحسب، بل كيتكتب في غرف العمليات الاستخباراتية المظلمة وفي أروقة القرار المصيري. في الوقت اللي كنتحدثوا على إنقاذ المخابرات المغربية للرئيس مالي، فاحنا ما كنتحدثوش على واحد العملية أمنية عابرة، بل على إعلان صريح لانتهاء حقبة وبداية حقبة أخرى. المغرب تحول من قوة ناعمة كتعتمد على الدين والاقتصاد إلى قوة صلبة قادرة على حماية الشركاء ديالها في عمق القارة السمراء، وفي واحد الوقت اللي بدات فيه قوى إقليمية أخرى كتفقد البوصلة ديالها وكتغرق في رمال مالي المتحركة. خليونا إخواني الكرام خليونا إخواني الكرام نتوقفوا ماليا عند هذا السؤال الجوهري: كيفاش استطاعت الرباط وسط هذا الزحام من القوى الدولية والفرنسية والروسية والأمريكية باش تخترق جدار الصمت في باماكو وتوصل إلى عمق القرار الأمني؟ السر إخواني الكرام ماشي مجرد أجهزة تصنت أو لا طائرات مسيرة، بل كيكمن فيما نسميه احنا المغاربه العقيده الاستخباراتيه المغربيه. هذه العقيده ما كتامنش برده الفعل، بل كتعتمد على الاستباقيه المطلقه القائمه على بناء الثقه العميقه. في الوقت اللي كيتعامل فيه الاخرون مع مالي كملف امني جاف، كيتعامل المغرب معها كجزء من كيان حضاري مشترك. العملية إخوان الكرام اللي تم من خلال التأمين ديالها الرئيس مالي ما كانتش ضربة حظ أو وليدة صدفة تقاطعت فيها المعلومات، بل كانت تتويج لشهور من الرصد الدقيق واليومي لتحركات مشبوهة كانت تطبخ في كواليس معينة، كتهدف لتقويض أركان الدولة المالية وإدخالها في واحد النفق مظلم من الفوضى الشاملة. وهنا كيبرز التميز المغربي. المغرب كيمتلك ما لا تمتلكه القوى العظمى، وهو رأس المال البشري، بفضل واحد الشبكة ديال العلاقات التاريخية والروحية والاجتماعية الواسعة مع زعماء القبائل وشيوخ الزوايا والعناصر المؤثرة في النسيج الاجتماعي للساحل. استطاع المغرب باش يقرأ ما بين السطور، استطاع باش يسمع وشوشات الرمال قبل ما تتحول إلى عواصف سياسية. حينها كانت المؤامرة كتقترب من أبواب القصر الرئاسي في باماكو. كان المغرب وضع بالفعل خارطة طريق أمنية تقدمت للمسؤولين الماليين كطوق نجاة في اللحظة الحرجة. ومن المهم باش نفهموا أن هذا الدور المغربي ما كانش موجه لحماية شخص معين كالرئيس مثلا، بل كان الهدف الأسمى هو حماية مفهوم الدولة ومنع انهيار المؤسسات اللي كانت غادي تؤدي حتما لتحويل مالي إلى بؤرة ما يمكنش السيطرة عليها من الإرهاب والجريمة المنظمة. بهذا التحرك إخواني الكرام الرباط أرسلت رسالة صامتة لكنها مدوية للمجتمع الدولي. المغرب ماشي مجرد جار كيهتم بالحدود ديالو، بل هو الصمام الحقيقي للأمان والمهندس الفعلي للاستقرار في منطقة كتشتعل بالانقلابات العسكرية وكتقاذفها الأجندات المتضاربة. هذه الدبلوماسية الأمنية إخواني الكرام اللي ما كتخلي حتى أثر جرحي، بل كترك واحد الاستراتيجية كتغير مجرى التاريخ في القارة الإفريقية. ولكن باش تكتمل إخواني الكرام الصورة في الأذهان ديالنا وباش نفهموا الدوافع العميقة اللي جعلت المغرب يتدخل بهذا الثقل، خاصنا نخرجوا من حدود باماكو ونشوفوا بتمعن إلى الطرف الآخر من الحدود الشمالية المالي. هنا كيبرز السؤال الحارق اللي كيتردد اليوم في شوارع باماكو وفي صالونات القرار السياسي: علاش كيتحدث الماليون بمرارة على خيانة جزائرية؟ القصة ماشي قصة اليوم، بل هي تراكم لعقود من الزمن. لسنوات طويلة
كانت العقيدة السياسية في الجزائر كتعامل مع مالي ماشي كدولة ذات سيادة كاملة، بل كحديقة خلفية أو منطقة عازلة كتفرض عليها الوصاية ديالها بدلا من منطق الشراكة. الجزائر كانت دائما كتشوف في استقرار مالي او الاضطراب ديالها واحد المفتاح اللي كتستخدمه في الوقت اللي بغات في المفاوضات ديالها مع القوى الدولية. وكشفت التقارير الاستخباراتية والتحولات الميدانية الأخيرة أن الأجندة اللي كانت تدار من الشمال ما كانش كتهدف إلى إخماد النيران في مالي بشكل نهائي، بقدر ما كانت كتهدف إلى إبقاء الوضع مشتعل ولكن تحت السيطرة. علاش؟ باش تبقى الحاجة دائما إلى الوسيط الجزائري قائمة ومستمرة، وباش تستخدم جراح مالي كأوراق ضغط سياسية في المحافل الدولية. في حين جاءت اللحظة الفارقة وبدأ المجلس الانتقالي في مالي كيطالب بحقه المشروع في السيادة الكاملة على البلاد ديالو وعلى التراب ديالو والقرارات ديالو. هنا وقع الاصطدام الكبير، اصطدمت طموحات باماكو برغبة الجارة الشمالية في فرض إملاءات سياسية وأمنية وصلت لمستويات خطيرة من التنسيق والتوافق مع الجماعات المسلحة وأطراف لا ما كتخدمش إطلاقا مصلحة الدولة المركزية في مالي. هذا الشعور بالغدر السياسي هو اللي خلق واحد الفجوة هائلة في الثقة، فجوة ما بقاتش معها الخطابات الدبلوماسية قادرة على ردمها. الماليين شعروا أنهم كانوا ضحية لعبة توازنات لا ناقة لهم فيها ولا جمال. ومن وسط هذا الانكسار قررت مالي باش دير ظهرها المنطق الوصاية وتتجه نحو الرباط. ارتمت مالي في الحضن المغربي ماشي ضعفا بل بحثا على الشراكة الندية، بحثا على شريك كيمتلك الشجاعة باش يحترم السيادة ديالها دون قيد أو شرط، شريك كيقدم الدعم التنموي والأمن بدون ما يتدخل في التفاصيل ديال الحكم ولا يفرض أجندات الإيديولوجية ديالو. هذا التحول ما كانش مجرد تغيير في الحلفاء بل هو ثورة سيادية في منطقة الساحل، بحيث أصبح المغرب كيمثل النموذج البديل، النموذج اللي كيبني الجسور بدل من إشعال الحرائق باش يعمل هو كإطفائي. نجيو دابا للنتيجة الأكثر إثارة في هذه المعادلة المعقدة. هذا التحول الجذري في الموقف ديال مالي ما غاديش يمر مرور الكرام على كواليس جبهة البوليزاريو في تيندوف. حنا كنتحدثوا هنا على الصدمة الكبرى بل على زلزال سياسي وميداني هز أركان الرابوني. ولكن علاش كل هذا القلق؟ وعلاش الآن بالضبط؟ الإجابة تكمن في الجغرافيا قبل السياسة. لسنوات طويلة كانت الأراضي المالية بالحدود ديالها الشاسعة والمتداخلة كتمثل بالنسبة لجبهة البوليزاريو هي الرئة اللي كتنفس منها. كانت مالي هي العمق الاستراتيجي والممر الحيوي والملاذ الآمن لتحركات العناصر الانفصالية ديال البوليزاريو، سواء في إطار مناورات سياسية أو في إطار شبكات التهريب والجريمة المنظمة واللي كتغذى عليها هذه التنظيمات في منطقة الساحل والصحراء. اليوم المشهد تغير كليا مع إحكام المخابرات المغربية القبضة ديالها على التعاون الأمني مع باماكو، ومع تحول التنسيق ما بين الرباط وباماكو إلى شراكة أمنية متكاملة، وجدت البوليزاريو نفسها فجأة في مواجهة جدار أمني افتراضي كيمتد من المحيط إلى أعماق الصحراء المالية. التنسيق المغربي المالي الجديد ما كيعنيش فقط تبادل المعلومات بل كيعني تضييق الخناق وتجفيف المنابع، كيعني كذلك أي تحرك عسكري أو محاولة تسلل أو نشاط تهريبي كان كيمر عبر الأراضي المالية تحت أعين وسطاء الأمس اليوم أصبح مرصود ومكشوف أمام أعين الأجهزة الأمنية المغربية والمالية على حد سواء. جبهة البوليزاريو الانفصالية فقدت ورقة العمق الإفريقي اللي كانت كتبجح به في المحافل الدولية.
هاد الورقة اللي كانت كتستخدمها الإيهام بأن عندها امتداد وقبول في دول الجوار، اليوم تدرك قيادات الجبهة ومن يحركها أن قواعد اللعبة تغيرت وتغيرت جذريا. المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس شفاه الله انتقل من استراتيجية الدفاع عن الصحراء من الداخل إلى استراتيجية التأمين الاستباقي للمحيط الإقليمي بالكامل. المغرب اليوم ما كينتظرش الخطر حتى يوصل الى جدار الرملي، بل كيمشي ليه باش يفكوا في المهد ديالو عبر التحالفات القويه والقوه الاستخباراتيه الناعمه. وهذا تحديدا اللي كيجعل الاطروحه الانفصاليه كتعيش اليوم اسوا ايامها على الاطلاق. فهي ما فقدتش الميدان فقط، بل فقدت الغطاء الدبلوماسي والامني في منطقه كانت كتعتبرها منطقه نفوذ دائمه لها. حنا اليوم امام مشهد كيتم فيه عزل الانفصال جغرافيا وتطويقه استراتيجيا باش يوجد نفسه وحيدا وسط رمال لا ترحم. لكن اخواني الكرام، خلينا نكونوا منصفين ومبصرين. المغرب ما كيكتفيش بالامن فقط، وما كيبنيش استراتيجيات على فوهة البندقية او التقارير الاستخباراتية فحسب، بل على الرؤية الملكية اللي كتمشي الى ابعد من ذلك بكثير. حنا كنتحدثوا على مشروع القرن للقارة السمراء، المبادرة الأطلسية. تأملوا معايا إخواني الكرام هذا المشهد الجيوسياسي. دول الساحل وعلى رأسها مالي بقات لعقود حبيسة الجغرافية كتعاني من الاختناق القاري. كانت هذه الدول هذه دائما مجبرة على الخضوع لابتزاز أطراف جغرافية معينة، كتفتح لها المنافذ تارة وكتغلقها عليها تارة أخرى وفقا للأهواء السياسية والمصالح الأنظمة. وهنا جات الوثبة المغربية في الوقت اللي فتح المغرب الأبواب ديالو وبسط ذراعيه لدول الساحل باش توصل للمحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية. هنا ما قدم لهمش مجرد ممر تجاري، بل كان كيقدم بديل استراتيجي كيحرر هاد الشعوب من الأغلال الجغرافية. المغرب اليوم إخواني الكرام كيمنح مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو مفاتيح العالم، كيمنحهم القدرة على التصدير والاستيراد دون الحاجة لاستنجاد الرضا من أي طرف كيبتزهم بالموقع ديالهم الحبيس. هذه المبادرة هي الرد العملي، الرد الهادئ والقاتل على كل محاولة العزل اللي حيكت ضد المغرب وضد استقرار المنطقة. هذه فلسفة تحويل الساحل من مثلث للموت ومنطقة نزاع دائم إلى حزام للازدهار المشترك. هنا إخواني الكرام كيكون الفرق هائل في الرؤية. في الوقت اللي الآخرون كيشوفوا في مالي مجرد ساحة خلفية لتصفية الحسابات الدولية أو لا مختبر للتجريب المرتزقة والحروب بالوكالة، كيشوف المغرب في مالي واحد الشريك حضاري يستحق التنمية. مالي اليوم وهي كتشوف للرباط كتشوف فيه هذاك الشريك اللي كيمنحها رئتين للتنفس عبر البحر المحيط الأطلسي وعيونا لا تنام عبر المعلومات الأمنية الصادقة. المبادرة الأطلسية ماشي مجرد طريق معبد أو ميناء ضخم، بل هي إعلان استقلال جديد لدول الساحل تحت مظلة الشراكة المغربية. وبذلك يثبت المغرب أن السيادة لا تنتزع بالشعارات، بل تبنى بفتح الآفاق وخلق المصالح المشتركة اللي كتجعل من السلام ضرورة لا يمكن الاستغناء عليها. في الختام إخواني الكرام، ما شاهدناه في مالي ما هو إلا قمة جبل الجليد. احنا أمام إعادة صياغة كاملة لخارطة النفوذ في إفريقيا. المغرب كيثبت يوما بعد يوم أن قوته ما كتستمدش من التهديد بل من المصداقية والعمل الميداني. وإنقاذ رئيس مالي ما كانش مجرد عملية استخبارية، بل كان رسالة لكل من يهمه الأمر أن زمن الوصاية قد ولى، وأن إفريقيا اليوم كتختار من يبني معها لا من يتآمر عليها. شكرا لكم إخواني الكرام، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله رب العالمين.